النهاردة بقى عاملين أكلة من الأكلات اللي أول ما بتتعمل في البيت تحسي إن البيت كله كده حاله اتغير. تحسي إن البيت اتملى حب. البيت بقى مليان دفى. تحسي اللي هو ايه بيرجعك كده بالذاكرة لورا الأيام زمان وخير زمان، أكل بقى أمهاتنا ولما يعملوا الأكل ونحطه على الطبلية وكلنا نتجمع حوالين الطبلية كده ونقعد ناكل مع بعض. بجد بأكلة مصرية أصيلة هعملها لكم النهاردة بكل التفاصيل، محدش بيختلف عليها، لا كبير ولا صغير. مش بتفرق بقى جعانين شبعانين، مجرد ما تتعمل بنجري كده ايه عليها علشان خاطر ناكلها. حتة كده الفرخة المحمرة، أكل بسيط، أكل مصري بسيط، الفرخة المحمرة، شوية الملوخية، شوية الشوربة. يلا بينا نبدأ الفيديو، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة. اول حاجه هنا طبعا انا غسله الفرخه بتاعتي كويس، هتبلها بملح وفلفل وبصل. لو عايزين تعرفوا التفاصيل بتاعت السلق والتتبيل والتقطيع والكلام ده كله هتلاقيها موجوده في الفيديو اللي فات، وهتلاقيني برضه هنزل لكم الفيديو اللينك بتاعه في صندوق الوصف. تبلتها بالملح والفلفل والبصل، هسيبها مش اقل كده من ساعه ساعتين. وبعد كده في حله سخنه على النار، بعد بقى ما سبتها هنزل اديها صدمه. عايزه اقول لكم يا جماعه ان الاكله دي بجد انا لما باجي اكلها او حد من عيالي بيجي ياكلها بحس ان احنا عاملين فرح. الاكله دي كده ليها معزه خاصه في قلبي، بعيد عن اي اكل تاني. لا، الفراخ المحمره مع الملوخيه وشوربه لسان العصفور، مش اي شوربه كمان، لا شوربه لسان العصفور بجد بتبقى طعم تاني. هنا شوحت الفراخ وبعد كده نزلت عليها بميه سخنه، بسيبها تغلي وبروح شايله الريم اللي على الفوق ده، بشيله. وبعد كده بروح حاطه البهارات بتاعتي. ايه هي البهارات اللي هحطها؟ اول حاجه بحط شويه سكر، وبحط بصل مفروم بقى، بصله كامله زي ما هي مش فارقه. شويه فلفل اسود وشويه كبابه صيني، وكمان مرقة، بحب احط فيها شوية مرقة. وكمان ورق لورا وحبهان، اللي هو ورق الغار والهيل، سواء بقى بتحطوه صحيح او مطحون عادي. برضو انا هنا حطيت حبة مطحون عندي. هاجي بقى علشان اعمل الرز بتاعي. اللي هعمل طبعا رز ابيض اللي هو رز بالشعريه. رز حبه وحبه ماشي، لسان العصفور ماشي، بالشعريه ماشي، مش هيقول لا. حطيت حته سمنه وابتديت ان انا اشوح لسان العصفور لحد ما اخد اللون الذهبي كده الفاتح، ما يغمقش، ياخد لون ذهبي فاتح، وهبتدي انزل عليه بالرز بتاعي. انا بحب جدا قبل ما اعمل الرز ما احطش الميه، لا بحب اشوحه الاول. فهنا بشوحه وبحط له طبعا كل كوبايتين رز عليهم معلقه صغيره اللي هي معلقه الشاي ملح. حدقته وابتديت ان انا اشوحه كويس، بعد كده هنزل عليه بالميه. بصراحه انا الاول كنت بنزل بميه سخنه، دلوقتي عادي ميه من الحنفيه وبروح حطها عليه، ولا بيعجن ولا اي حاجه. تمام. انا هنا كنت عامله حوالي كده 3 كوبايات ونص، نزلت عليهم ب4 كوبايات ونص من من الميه. هنا هبدأ برضو ان انا حطيت حتة سمنة، عايزة اشوح فيها احمر كده لسان العصفور بتاعي. وطبعا لازم ايديكي تكون فيه عشان انا سهيت في كام واحدة غمقت كده. وبعد كده بنزل عليه بالشوربة، واهم حاجة الشوربة تكون سخنة. ياخد غلوة وبروح مطفيه وبسيبه بقى متغطي، وهو كده بيستوي مع نفسه. هنا بقى الشوربه بتاعتي كانت هنا مغليه، رحت نازله عليها بكيس الملوخيه الجميل بتاعي، وهبدا اعمل الطشه. بصوا هي كده خلاص استوت، المفروض اطفي عليها. حته السمنه بالثومه بالكزبره، واشوحهم كده لحد ما ياخدوا اللون الذهبي الجميل. وبعد كده بروح طشه الملوخيه، واحلى طشه واحلى ريحه بتملى البيت. هنا بقى خلاص كده خلصنا الاكل. ندي بقى الفراخ بتاعتنا بعد ما بتتحمر، ننزل عليها برشة كده ملح مع رشة فلفل اسود. في ناس بتحط عليها كمون، ناس بتديها رشة شطة. انا بالنسبة لي الصراحة حلوة قوي رشة الملح والفلفل الاسود. عايزة اقول لكم الملوخية ريحتها خطيرة جدا جدا جدا.
بجد حلوة. احنا بنحب الفراخ مهرية، السوا بتاعها جميل قوي. ده كده كان اكل النهارده، ويا رب يكون الفيديو عجبكم.